عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي حبيباتي، عاملين ايه؟ معانا مشكلة جديدة. يعني المشاكل بقت واخدة كده طريق كده. يمكن انا بقى اللي مش هقول لكم بقى المشكلة. انا تعبانة قوي يا استاذة زينب. انا محتارة جدا. انا ليا زميل في الشغل عنده مشاكل مع زوجته، وكنا بنتكلم كتير مع بعض، وقربنا جدا من بعض في الفترة دي، وحبينا بعض وحبينا بعض غصب عننا، وهو عايز يتجوزني رسمي بس في السر عشان مراته ما تعرفش. هو بيقول لي اهلك وقرايبك وجيرانك وحبايبك كلهم هيبقوا عارفين، بس مراته لا، وكمان مش عايزها تعرف ومش هيطلقها عشان الولاد. هو صريح، قال لي الحكاية دي من الاول علشان ايه انا اقرر بناء على صراحته دي، لانه مش هينفع يأثر على ولاده، ولانه هو بيحبني وانا بحبه، مش هنقدر يعني نفضل كده يعني. بس انا مش قادرة اتقبل فكرة انه انا ابقى زوجة في السر. انا منفصلة وما صدقت انه لقيت حد يحبني واحب ويعرف يحتويني ويفهمني، زي يعني صاحبتي بتقولي كمان، وصاحبتي بتقولي اتجوزي وعيشي. ما شاء الله يعني. بصي، غبية جدا اللي تصدق واحد يقول على زوجته وام مراته انها مش كويسة، او انها تعباه، او ان هو عايش معاها عشان الولاد، او دي حجج يعني. حتى هو لو ما معهوش مشاكل، انت اصلا مش متأكدة ان المشاكل دي موجودة. جايز هو شافك في الشغل، اعجب بيكي، حب يشدك ليه. شدك ازاي؟ شدك ان انا عندي مشاكل مع مراتي، وتعبان بقى وزهقان وقرفان وطهقان ومتضايق، وتعالي اقعدي اتكلمي معايا وانتي تقعدي تطبطبي وتحنني. انا حبيتك وغصب عني، وانتي ملتي ليه وغصب عني. والست اللي موجوده في البيت دي حرام عليكم. هو ما عندوش مشاكل، حتى لو عنده، هو ما فيش بيت خالي من المشاكل يا امي. ما فيش بيت خالي من المشاكل. فهو اكيد لازم بيتخانق مع مراته، بس مش لازم يعني انه عشان كل ما يتخانق مع مراته يروح يتجوز واحده. حته ان يعني احنا لسه كان عندنا مشكله شهيره جدا بتاعت شيماء اللي هي المذيعه دي، اللي كان نفس تقريبا انا حاسه انها زيها، يعني اللي هو الناس كلها تعرف ومراتي لا. طب ما هو كده خايف على مراته، يعني بيحبها، يعني مش هيقدر يزعلها، يعني مش هيقدر يجي عليها. كلمه في السر دي يعني انت مش موجوده. كلمه في السر دي، حتى هو انت فرحانه ان هو يتجوزك عند مأذون. ايه يا فرحتي بالورقه هي اللي هتبقى قاعده معايا في البيت؟ تليفونه وهو قاعد معاكي منها يعني هيطير، هيسيبك ويجري يروح لها. اسكتي عشان اقل حاجه وانتوا قاعدين، عشان مراتي بتكلمني. انت هتحسي بالاهانه الشديده والاهانه الفظيعه. طب هي مراتك، انا مين؟ طب ما انا مراتك، بس احنا متفقين على كده. رايح فرح زمايلكوا في الشغل، مش هيقدر يقول قدامهم ان انت مراته. هتبقي في الشغل بتقولي له يا استاذ فلان. لو في مناسبه مشتركه في الشغل هتروحي كزميله وهو هيجيب مراته معاه. تخيلي كده نفسك قاعدة في المكان، او في المناسبة او في الفرح او في الندوة، وهو مراته معاه وانت مراته برضو، وقاعدة في مكان لوحدك تاني او مع زمايلك، مش قادرة تقولي ان ده جوزك. ولو قلتي هيطلقك انتي، مش هيطلق مراته ام ولاده. وبعدين انا شايفاكي ان انتي بتقولي انه انتي منفصلة، يعني كان عندك تجربة سيئة، كان عندك تجربة مريتي بيها. ليه اطلع من تجربة سيئة اخش تجربة اسوأ منها؟ ليه؟ بصي، هو انت حاسه ان هو فاهمك ومحتويكي ومش عارف ايه عشان هو موصل لك الاحساس ده. لو رحتي قعدتي مع مراته هتقول لك لا بيفهمني ولا بيكلمني ولا بيناقشني ولا بيعملني ولا بيسوي لي. ان هي بقت معاه في بيته قبل ما يتجوزها كان بيحتويها، بعد ما اتجوزها بقت موجوده في البيت، بقت امر واقع، بقى خلاص ما عندوش استعداد. انت بالنسبه له شيء جديد، كان عايز يستكشف، كان عايز يقرب منك، عجبتيه، فراح بقى بدأ يحتويكي، بدأ يتكلم معاكي، بقى في حوار بينكم وبين بعض، بقى في تعلق. انتي اللي اتعلقتي بيه، بس وقت الجد لما هيجي بينك وبين زوجته ام ولاده هيختار زوجته ام ولاده، عشان في بينهم اولاد. ولو انتي
حبيتي تخلفي هيقولك لا ما تخلفيش، مش هينفع. يعني هيقولك لا انا عندي ولادي من مراتي الاولانيه، عشان تقولي انا هخلف علشان يعلن زواجنا، عشان مش هيحصل معاكي الكلام ده. يوم ما هتفتحي معاه الموضوع ده هيحصل خلاف وهيطلقك. ان هو مش عايز يخسر بيته الاولاني، يبقى بيحب مراته، بيحب بيته مش ولاده بس. عايزه اقولك حاجه، اللي بيتفق هو ومراته ان هم يعيشوا عشان الولاد، بيتفق هو ومراته بيقول احنا هنعيش عشان الولاد مع بعض، بس انا هتجوز واحده تانية، بتبقى هي كمان عايشه معاه عشان الولاد. لكن طالما خايف على احساسها ومش عايزه هي بالذات تعرف، يبقى هو بيحبها وانتي في حياته مجرد نزوه، حتى لو هيتجوزك رسمي. الحاجه اللي تستخبى غلط، انا على طول بقول كده، الحاجه اللي تستخبى غلط. لو هو ما بيحبش مراته ما فيش بينهم ود هيقول لها، لو هم عايشين عشان الولاد بس هيقول لها، لو في مشاكل كتير بينهم هيقول لها، ده بالعند حتى. ماشي. لكن ان هو يضحك عليكي ويقولك انا عندي مشاكل مع مراتي عشان يقرب منك وبعد كده يتجوزك في السر، انت اللي هتشيلي وانت اللي هتتعبي وانت اللي هتتبهدلي، وهتبقي خرجتي من مشكله صغيره واتطلقتي وخرجتي وانفصلتي عشان انت مش قادره تكملي مع ده، عشان تخشي مشكله اكبر المجتمع كله هيلومك عليها، وهتبقي خطفت رجاله، خطفت الراجل من على مراته وعياله. ان هو يوم ما هيروح يصالح مراته على المشكله دي هيقول لها نزوه، معلش اصلك هي شدتني في الفتره اللي كنا متخانقين انا وانتي، هي اللي طبطبت عليا، فبصراحه كنت محتاج الحنان ده، خلاص هتزعلك الفكره هطلقها. ده اللي هيقوله لمراته. بالنسبه لك انت هيقولك انا ما اقدرش ابوظ حياتي، يعني ابوظ بيتي وحياتي، يعني اشرد عيالي، يرضيكي عيالي يتبهدلوا؟ اكيد ده الحوار ده اتقالك يعني، وهيتقالك كتير. هيبقى عندك مثلا نفسك ان هو يجي يتعشى معاكي مره، مش هيقدر، يقولك ازاي اتعشى معاكي واسيب ولادي ليه؟ طب نخرج، لا مش هينفع نخرج في مكان عام عشان محدش يشوفني من اهل مراتي ولا صديقاتها ويتصلوا بيا يقولوا لها. انا بحاول اجمع لك كل المشاكل اللي هتواجهيها، وانت في الاخر حرة، انت مش صغيرة. يعني انا لما بيكون اللي بعتلي المشكلة سنها صغير، بحاول على قد ما اقدر ان انا اقول لها ان الموضوع ده مرفوض، رفض لو في رفض، او لو هو وحش، او لو هو هيتعبها، فبقول لا. لكن انتي انا بفتح لك المشاكل اللي هتواجهك، وانتي صاحبة القرار، انتي كبيرة بما فيه الكفاية تقدري تعرفي. واكيد ناس كتير قالت لك صاحبتك دي، يعني عايزة اقول لك ايه، انا مش عايزة اقول انها يعني مش كويسة او اقول عليها حاجة، لانها في الاول وفي الاخر ممكن تكون هي شايفة من وجهة نظرها كده انه عادي ما تتجوزي وتعيشي، انت وراكي ايه؟ فاهمة؟ يعني فشلتي نجحتي. لكن انت اكيد مش عايزة يعني تنفصلي تاني، يعني اكيد انت دلوقتي عايزة تتجوزي وتكملي بقية حياتك مع راجل، تعيشي بقية حياتك معاه، مش كل شوية هتطلقي كل شوية هتطلقي كل شوية تطلقي. فاهماني؟ مش عايزة تفشلي تاني او مش عايزة تخسري تاني او حياتك تبوظ تاني، فيا ريت تختاري صح. هو قولوا له روح لمراتك وولادك ربنا يصلح حالك بيهم، حاول تقرب من مراتك وانت هتبقى سعيد، وانت ربنا يوعدك بواحد يكون فاضي ليكي، فاضي معاكي، يروح معاكي في اي حتة. مراتي يقدمك للناس، الاستاذة فلانة الفلانية زوجتي، يجيلك في اي مكان، يفتخر بيكي، تتصلي بيه في اي وقت تلاقيه جايلك، مش يقولك اصل انا مش فاضي، اصل انا مثلا مع مراتي مش هينفع اقول لها ايه وانزل ايه. ما هو في الاول، في اول كل علاقة هو بيلاقي الحجج وبيعرف يجي، والحب بقى مقطع في الذره ولا مولع في الذره زي ما بيقولوا، فبيفضي نفسه باي طريقه. بعد الانبهار العلاقه او بدايات ما بيروح، يبدا يمل، يبدا بقى طب انا هتحجج اقول ايه، ما انت في اول العلاقه كنت لا معلش ما ينفعش، اصلها حست ان انا بتحجج وبخرج كتير، اصلها قالت، اصلها شافت، اصلا انا مش عايزه ازعلها، مش عايزه اخسر بيتي، عيد ميلاد ابني، حماتي عندها، امي عندها، بتاع، حجج انه يبعد بقى. واحده واحده تلاقي نفسك لوحدك برضو تاني، وتلاقي نفسك عايزه تطلقي تاني علشان او تنفصلي تاني عنه، عشان هو كان في الاول حلو وبعد كده
بس انت اللي حطيتي نفسك في الازمه اللي انت فيها حاليا، انه ما ينفعش. ما ينفعش. العلاقه باينه من اولها انها غلط، وانها مش هتكمل، وانت اللي هتتعبي. ونصيحه مني، بلاش. حتى لو هيعمل لك ايه، حتى لو بص هيبني لك قصر في الجنه، ملوش لازمه وانت مش معايا. ملوش لازمه وانا الجزء المستخبي في حياتك. ملوش لازمه وانا اللي بداره، مع ان انت حلالي، بس مش هيبقى له لازمه ساعتها. انت دلوقتي بتحبيه ومتمسكه قوي بالعلاقه، بس هي علاقه فاشله صدقيني. متهيألي المسلسلات والافلام ما سابتش حاجه يا جماعه، بس هو البني ادم بيبقى مستني ان حد يقول له روح اعمل. مش انا على فكره بصوا يعني اكاد اكون دقه قديمه. مش بحب الحاجات اللي مش بتاعت مجتمعنا، مش بحب الحاجات اللي بره عاداتنا وتقاليدنا. بحسها انها غريبه علينا، مش بتاعتنا، مش بتاعت مجتمعنا، مش لينا. احنا ناس بنحب الصح، بنحب الدغري، بنحب نبقى في النور. وانا عايزاكي يبقى ليكي كرامه كده وليكي وضع وزوجه محترمه، لما تبداي حياه جديده تبدايها صح. ويا رب الفيديو يوصلك، وخدي كلامي ثقه صدقيني. وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعلوا الجرس عشان كل فيديو انزله يجيلكوا يا جماعه. يلا بقى التفاعل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.